لا تعطي فلوسك لأحد عشان يشغل لك هي. طموحات، يبغى يعمل تجارة، يبغى يدخل في إذا أنت راجع على الصومال ومعاك مبلغ مالي وحابب تعمل فيه مشروع أو تستثمر فيه. عموما المغتربين لما بيرجعوا على بلدهم بيكون معاهم مبلغ حابين يعملوا فيه مشروع. هذا الفيديو حشارك معاكم أهم الأخطاء المالية اللي بيرتكبها المغتربين أول ما يرجعوا على البلد. هذه الأخطاء أنا بعضها ارتكبتها وأعرف بعض الناس ارتكبوا بعض هذه الأخطاء، وأكيد أنتم متأكدة أنكم حتستفيدوا من هذا الفيديو، فخليكم معايا لنهاية الفيديو. أول خطأ من هذه الأخطاء وهو كثير من المغتربين بيقعوا فيه اللي هو صرف الأموال بشكل كبير في أول فترة. أول فترة أنت راجع على البلد يعني محتاج إنك تفهم البلد، تستقر أول شيء، بعد كده تبدأ تصرف. لكن الكثير اللي بيعملوه إنه أول ما يرجعوا على البلد بيصرفوا بشكل كبير، سواء طلوعات أو خروجات، أثاث، بيشتروا أثاث جديد، بيشتروا أشياء كثيرة ما هم عارفين هل حيحتاجوها أو لا، هل حيستقروا في البلد أو حيكملوا أو ممكن يروح على مكان ثاني. الشيء الثاني برضو بينفقوا كثير على الهدايا والعطايا. هذه الأمور كلها حتضر ميزانيتك في البداية وأنت لسه ما استقريت في البلد. فحاول في الفترة الأولى ما تصرف بشكل كبير لحد ما تشوف الوضع، تفهم البيئة والمحيط وكيف تدبر ميزانيتك، خاصة في أول شهور. هذا حيأثر معك في ناحية الاستقرار في البلد وحيأثر في ميزانيتك على المدى الطويل. ثاني خطأ يقع فيه كثير من المغتربين وبيضيع عليهم المدخرات والفلوس اللي معاهم، اللي هو الاستثمار بسرعة. الشخص جاي وهو متحمس يبغى يفتح مشروع، يبغى يفتح يسوي استثمار، وراجع على بلدي أنا أبى أعمل وأبى أفعل. حلو الحماس حلو، لكن في البداية أهدوا، شوف البلد، افهم البلد، افهم الثقافه. ما يصير انه الواحد يفتح مشروع في بلد هو لسه جديد فيها لحد ما يفهم البلد ويفهم ثقافتها ويدرس البيئه والمحيط اللي حيعمل فيه المشروع. بالاضافه انه قبل ما يفتح المشروع نفسه يحتاج نفس المشروع يحتاج له دراسه جدوى، يحتاج له بحث. يعني ولا تسمع كلام احد، ايوه التيك توك مربح، جيب توك توك، ايوه افتح هنا، اعمل كذا، اسوي كذا، محل بيع كذا. هذه كلها اشياء مهمه، افكار حلوه، لكن في البدايه الواحد يحتاج انه ياخذ وقته في فهم البيئه وفهم المشروع ويعمل دراسه جدوى، يعرف هل حيمشي المشروع هذا الفتره هذه في الفتره اللي هو جاي فيها، ولا يعني ممكن يسبب له الفشل. ولا تسمع كلام الناس، لانه الناس يعني كل واحد يعني عنده افكار ومشاريع هو ما قدر يسويها، فانت جايب معاك فلوس حيعطوك النصائح وحيعطوك الافكار اللي هم ما قدروا يحققوها على اساس انت تحققها. فانتبه لهذا الشيء. استثمار بسرعه من غير ما تفهم وتدرس البلد، هذا اكيد واحده من اهم الاخطاء اللي بتخلي الواحد يندم على القرارات الماليه اللي بياخذها. الخطأ الثالث متعلق بالخطأ اللي قبله، اللي هو لا تعطي فلوسك لأحد عشان يشغل لك هي. فلوسك في يدك، لا تعطي أحد حتى يشغل لك هي. يجيك أحد يقول لك في شركة الفلانية تحط فيها مبلغ 5000 6000 10000 دولار وبعد كده شهريا تاخذ راتب أو تاخذ أرباح. هذا الشيء ما في. الشركات الكبيرة اللي الناس كانوا بيحطوا فيها شير زي هرمود كانت توقع كل 6 شهور، وكان الشير حتى يعني كان مبلغ، ولكن المبلغ اللي يطلع كل 6 شهور اتوقع أو في السنة مرة أو مرتين. المهم هذه الشركات الكبيرة كانت تعمل كذا، لكن في ناس بيعملوا الآن شركات وبيعملوا إنهم إيش راح نعمل لك مرابحة أو حنعمل لك نشغل لك فلوسك. هذا الشيء هذه مصيدة لا تقع فيها، أو أي أحد يجيك حتى يقول لك أنا أشغل لك فلوسك وأعطيك شو اسمه أرباح. لو كان الموضوع سهل كذا ما كان في أحد غلو. فهذه واحدة من المصايد اللي الواحد ممكن يخسر فيها فلوسه. فانتبهوا لهذا الشيء. فلوسك لا تعطيها لأحد عشان يشغل لك هي، أنت بنفسك استثمر واشتغل على فلوسك. الخطأ اللي بعده بيقع فيه كثير من المغتربين اللي هو إنه يسلف فلوسه لأحد. الفترة الأولى أنت جاي فيها جديد، فلوسك لا تصرفها لأحد، خاصة إذا كان من الأقارب أو أحد ما يعني ممكن أحد ما تعرف، أكيد أنت ما حتسلفه، لكن من الأقارب لا، حتى لا تسلف فلوسك، لأنه أنت أصلا جاي إنسان مغترب، ما أنت عارف البلد كيف حيكون وضعك فيها. فلا تغامر تعطي مبالغ أنت بعدين ممكن تتأثر يعني إذا ما رجعت لك. ممكن تسلف الناس مبالغ قليلة، أنت يعني ممكن إذا ما رجعت لك ممكن
يعني ما تاثر عليك، لكن تسلف بمبالغ كبيره لاقارب وانت بعدين ما تعرف حيرجعوا لك المبلغ هذا او لا. هذه واحده من الاخطاء المهمه اللي الكثير بيرتكبها، يعني فعلا حتاثر على دخلك المادي. ممكن احد من الاقارب اذا احتاج فلوس ممكن تعطيه مساعده، لكن تسلف بمبالغ كبيره ما تعرف الشخص هذا حيرجع لك الفلوس او لا، وانت اصلا في مرحله ما تقدر تسلف احد، لانه انت اصلا ما انت عارف البلد ايش حتحتاج وايش ممكن يصير معك. ففلوسك خليها معك، لا تسلف لاحد، واذا بتسلف مبالغ تقدر تسترجعها او تصبر عنها. اخر نقطه هي نصيحه اكثر من انها خطا، اللي هو حاول يكون عندك مصدر دخل من البلد قبل ما تبدا تصرف من الفلوس هذه او تعمل فيها المشروع. مثلا اذا انت حاب مثلا تشتري توك توك، حاول في البدايه اول شيء تفهم الطرق والبلد، وبعد كده تشتغل على توك توك ايجار، وبعد كده تجيب لنفسك التوك توك. مثلا حاب تفتح كافي، في البدايه روح اشتغل في الكافيهات او مطاعم انتم عارفين فاهمين عليه الفكره. مثلا حابه تفتحي مشروع حلويات من البيت، ابداي مشروع اونلاين. حابه تفتحي مشروع مثلا محلات بيع الجزم الشنط، من البيت ابدأي، وبعد كده شوفي كيف تقدري تتوسعي. هذه كلها طرق الواحد ممكن يطلع منها دخل، او حتى في البدايه ممكن الواحد مهارات او السكيلز يدرس، يعمل مونتاج، يعمل ايا كانت المهاره اللي عندك. حاول من المهاره هذه تطلع منها دخل قبل ما تلجا اول شيء انك تسوي مشروع. من المهارات حقتك اعمل دخل حتى تفهم البلد، منها تفهم البلد وتفهم الامور كيف ماشيه في البلد، في نفس الوقت تقدر يكون في عندك مصدر دخل ثاني وما تلجا انك تصرف من الفلوس هذه اللي عندك. هذا كان الفيديو، وهذه كانت أهم الأخطاء اللي أنا حبيت أشاركها معاكم. شاركوني في التعليقات إيش هي أهم الأخطاء اللي أنتم شفتوها أو ارتكبتوها أو تعرفوا ناس عملوها. إذا في خطأ أنا ما ذكرته اكتبوه في التعليقات حتى الناس يستفيدوا، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.